انا ما اعرفش ليه العرايس بتعمل في نفسها كده وفينا كده، بس بصراحة هي فكرتها حلوة بس متعبة في نفس الوقت. يا مساء الورد والفل والجمال والياسمين على الناس المسكرين اللي بيتابعوني. تعالوا بقى نبدأ الفيديو بتاعنا واقول لكم ايه اللي حصل في المطبخ ده، ونسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. ومش تنسوا كده العروسة ربنا يا رب يسعدها ويهنيها كده بحاجتها يا رب العالمين. المطبخ ده زي ما انتوا شايفين فوق كده للسقف، يعني بصوا يعني كنا بنوصل له بمعجزة كده، عشان نوصل له كده لازم سلم، يعني زي ما بنقول كده عايز له اسانسير عشان نطلع له. هي فكرته حلوه وجميله جدا وكمان شيك، بس فيه بقى متعبه فيه بقى، كل بقى لما نعوز نرص حاجه لازم نستخدم السلم، والعروسه لما تعوز حاجه لازم برضو تستخدم السلم عشان تطول. يعني زي ما انتوا شايفين كده بسم الله ما شاء الله المطبخ لاخر السقف من فوق. يا رب كده يسعدها بكل حاجتها. وبصراحه كان حلو خالص وشيك جدا جدا جدا، بس هي الفكره بتاعته متعبه في الحته دي بس. بصوا هنا كانت دخلة المطبخ بسم الله ما شاء الله، كانت جايبة فريزر والتلاجة الحجم الكبير والفرن الكهربائي والميكروويف وغسالة الملابس. وبصوا هنا كمان الرخامة الكاتل ده كان ركن القهوة، وكمان جايبة مكنة قهوة بالكهرباء اللي هي الكبيرة دي وكمان صغيرة. وهنا كان فوق يعني الضلف كانت 3 ادوار، المطبخ 3 ادوار، غير طبعا اللي فوق خالص، وتحت يعني كده 4. كل بصراحة الإزاز بتاعها كان من البوهيمي. وده هنا الشواية بالكهرباء ومكنة غزل البنات. وهنا الإزاز بصوا عشان الارتفاع، عشان اللي يفتح ضلف يشوف الحاجة، كنت حتى الإزاز فوق بعضه عشان كله يكون ظاهر ويبان. زي ما انتوا شايفين كده. وكمان كان في مجات كده تحت. وهنا الضلفة دي كانت للعجان والهاند بلندر والخلاط والكبة والمضرب اليدوي. بقول لكم بسم الله ما شاء الله العروسه دي حاجتها جميله جدا جدا، يا رب كده يسعدها ويهنيها. ومش تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتتابعوني على صفحتي على الفيسبوك مطبخ فتحية فاروق. هنا كان الفريزر كان فريش. للعرايس اللي بتبقى تسالني انواع الاجهزه ايه. وده هنا الميكروويف، وتحت كده الفرن الكهربائي. كل حاجة لها مكان. تصميم المطبخ بصراحة تحفة، عامل زي مطابخ دول الخليج، بس هو بصراحة هو بس متعب بس في حكاية الرص من فوق وكده. وتحت كده حطيت لها شنطة المعالق وطقم السمك. وكمان كان في شواية بالكهرباء اللي هي تحت دي كمان شواية كفتة، وكان معاها كمان السيخ بتاعتها. وده هنا طقم الحلل الجيري. بصراحة حلو خالص وكمان جديد لسه، دي الأطقم دي طالعة جديدة خالص. وفوق كده الطبق اللي فوق ده بصوا بقى مليان بلاستيك حدث ولا حرج، لان بصراحة العروسة كانت جايبة حاجات كتيرة، وكمان المطبخ واسع وكبير، بس بصراحة حاجتها يعني كتيرة قوي. ربنا يا رب يسعدها ويهنيها بيها. بس ما فيش مكان زي ما انتوا شايفين، كل ركن في المطبخ بصوا يعني على اخره بصراحة. وده هنا طقم الحلل، وكمان كان معاه الكنك بتاعه بالحامل. وده هنا الاستانلس، طقم الاستانلس الحلل وكمان حلة الضغط. وهنا البراد والكنك الاستانلس وبراد كمان استانلس. يعني هي كانت جايبة 3 براد وكمان صواني للفرن كده في الجنب. يعني الضلف من جوه كمان واسعة جدا، يعني بتاخد يعني بصوا العجال الاستانلس اللي انا بقول لكم عليه ده يعني الحجم الكبير. فمش في مكان، فانا قلت بقى حطيت كل البلاستيك فيه، وقلت للعروسه ما تعوزي اي حاجه بقى ايه تبقي تاخدي منه وكده. ده هنا كانت التلاجة كانت كريازي بسم الله ما شاء الله، كانت حلوة خالص. وكمان اللي انا برشح على فكرة لكل العرايس نوع التلاجات دي، ليه بقى؟ لانه في المساحة بياخد اكتر من اللي هي الاتنين اللي هي البابين وكده. ده هنا كان قسم المنظفات، المناديل الورقية والمشابك. يعني المشابك دي كده سابت المشابك، انا كنت حاطاه في البلكونة بس هما جابوه تاني حطوه هنا، كل واحد حسب راحته ما بدخلش في الحاجات دي. وهنا بقى المنظفات حطيت لها فوق كله بقى البريل والصابون والمعطر. بصوا بقى الاطقم دي بسم الله ما شاء الله. ده هنا كان طقم بورسلين، وده هنا كان طقم صواني البيتزا، وكمان معاه طاسة البيتزا طقم اللهم صل على النبي. آه
اللي هو للقهوة بالاطباق بتاعته صغيرة كده. وكانت الضلفة دي كان فيها بقى كل حاجات سخانات الشاي وعلب التخزين وكمان علب الفشار. وهنا كان الازاز وصواني للتقديم. وورا كده كمان كان في صواني بايركس تانية. وهنا الكاتل، هي جايبة بصراحة كام كاتل. وكان في ورا كمان آه اللي هو اللهم صل على النبي للمية، اللي هو الكولدير الصغير بتاع المية. بقول لكم بسم الله ما شاء الله، يعني العروسة دي جايبة كل الحاجات ومش ناسة اي حاجة خالص، وجايبة من كل حاجة 2 و3 و4 كمان. يعني هي كانت كمان طالبة مش في حاجة تنحط على الرخامة. باللفظ كده قالت لي انا مش عايزه حاجه على الرخامه نهائي، بس مش في مكان والحاجات كتيره. قلت لها بصي هو ده الحل الاخير، لازم يكون في اطقم على الرخامه وكده، وده المنظم. هنا بقى المعالق والسكاكين، والمضرب السيليكون والمضرب البلاستيك والقطعات والمساكة والشياطة وقطعة البيتزا والمصافي، كل الرفائع في الادراج. وهنا كمان تحت، بس معرفش ايه اللي عمل الدرج ده كده. انا بصراحة انصدمت لما فتحته، ايه اللي غير النظام. لان الواحد يعني ايه 100 ايد بتتفرج بعد ما بنرص المطبخ وكده، ففي حاجات كده بيغيروها منهم لنفسهم، معرفش ليه. بصوا هنا اطقم بقى التوابل التحفة دي بسم الله ما شاء الله، يعني ده الناس بتجيبها للرخامة مخصوص عشان بصراحة شيك خالص الاطقم دي. بس زي ما بقول لكم هي العروسه مش كانت عايزه اي حاجه على الرخامه، يعني انا كمان حطيت لها بس المهم. وده طقم الحلل التيتانيوم، كان جميل. وكان معاه كمان جريل الدبل وطاسه قلايه يعني. وهنا بقى كل ما يخص صواني الفرن، هنا البايركس والتيفال والسيراميك والبورسلين. بقول لكم بسم الله ما شاء الله جايبه من كل حاجه 2 و3 و4. وهنا بقى البايركس، هنا براد بايركس ومع كمان كنك بايركس. وهنا ازاز، طقم ازاز بالشفشق بتاعه. وكمان الناحيه التانية حطيت لها زيه كده، وكل طقم حوالي الكوبايات بتاعته. هنا صفايه الاطباق، رصت لها فيها بقى المليمين والكوبايات اللي هتستخدمها عشان الضيوف لما يجولها بقى في ال7 ايام وكده. ومش تنسوا بقى تبعتوا الفيديو لاصحابكم حبايبكم على الواتس وعلى الخاص، وتقولي لي بقى ايه رايكم في التعليقات بقى في الرص، وكان لازم اعمل ايه وما عملش ايه، وكلنا بنستفاد من بعض. بصوا هنا بقى الطقم ده معظم الناس بتحطه في النيش، لا ده ما فيش خالص في النيش، كله في المطبخ. يعني كمان كانت جايبه 2 ادي طقم فوق وكمان طقم زيه تحت. اللي هو الطقم اللي هو الفضي بالصينية بتاعته. انا طبعا يعني ما كنتش بطول اخر حاجة بصراحة، كانت اخت العروسة هي اللي كانت واقفة، وكنت بقول لها بصي اعملي كذا وما تعمليش كذا بصراحة يعني، لان المسافة عالية جدا وبصراحة انا بقلق من الارتفاعات دي. وهنا طقم حلل. وكمان هنا حلة البخار، اللي هي بقى بتنعمل بقى للكسكسي والمبرومي والحاجات اللي زي دي. وكمان ميزان، كانت جايبه 2 ميزان، ميزان فوق بالكفه وميزان تحت اللي هو الارقام. هتلاقوه كمان على الرخامه، وده انا وريته لكم دلوقتي. يعني بصراحه من كتر عدد الضلف الواحد يعني مش كان فاكر هو صور ايه ما صورش ايه. بصوا بقى الصواني كلها ماركات بصراحه. وهنا كمان كان طقم خشاف بالبولات وطقم مجات، كلها بصراحة حلوة خالص. بقول لكم يعني ذوقها جميل جدا. وطبعا الشقة، فيديو شقة انا نزلت لكم الفيديو اللي فات كان اسمه فيلة عروس المنصورة. ويا رب كده يسعدها ويهنيها بكل حاجتها. ومش تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وتتابعوني على صفحتي على الفيسبوك مطبخ فتحية فاروق.